معقول خسر بين أمريكا وإيران ولا هي كشة من كشات ترامب؟ عمو ترامب فاجأنا وقال إنه قرب يوصل لاتفاق مع إيران، وعلق الضربات العسكرية اللي كان ناوي يسفقها على منشآت الطاقة الإيرانية. بس يمكن هالحكي مو صح، لأنه الخارجية الإيرانية حبت تطلع وتفاجئنا هي الثانية وتقلنا إنه ما في لا مفاوضات ولا هم يحزنون. بس ولكن اجوا مسؤولين لبنانيين وقالوا انه تخبروا من قنوات غير دبلوماسيه انه ايران خبرت حلفائها بلبنان انه اي اتفاق رح عنا رح ينهي عنكم. وامريكا على قد ما واثقه من حالها حددت تاريخ 9 نيسان الجاي تاريخ لوقف حرب مع ايران، وطبعا معتمده على المباحثات اللي حتصير بين الطرفين بباكستان. ومصدر اسرائيلي قال انه واشنطن ما عم تحط اسرائيل بصوره الاتصالات مع طهران، ورغم كل هالتصريحات ايران مصره انه ما في تفاوضات. هاتوا لنا هالمصحف لنحلفهم ونعرف مين الصادق ومين الكذاب. الصحافه العالميه شن هجوم على ترامب وعم تتهمه بالكذب والتخبيص بهالحرب. عيب الشوم عليك. نيويورك تايمز قالت انه الكذب سلوك معتاد عنده، الحرب له خصوصيه كثير خطره وكله رح يرتد على مصالح امريكا. ما عاد عرفنا لوين رايحه الامور، بس اكيد عنا تحليلاتنا وتوقعاتنا، شاركونا فيها لنعرف مين حتزبط معه بالتعليقات.